عارف إيه أخطر جملة ممكن تقولها لنفسك كل يوم؟ جملة شكلها بسيط بس مفعولها زي السم. هابدأ بكرة. أيوة، هي دي الكذبة اللي بنكررها لنفسنا بصوت هادي وإحنا مقتنعين إنها بريئة، بس الحقيقة هي مش كذبة، دي مؤامرة داخلية ضد مستقبلك، من نفسك لنفسك. هابدأ بكرة معناها إنك هتأجل حلمك، هتأجل شغفك، هتأجل صحتك، هتأجل حياتك. علشان إيه؟ علشان مود، وقت، ظروف. يعني أنت مستعد تضحي بعمرك بس علشان مش في المود؟ خليني أحكي لك قصة كريم، شاب ذكي جدا موهوب، الناس كلها بتقول عليه ده هيعمل حاجة كبيرة. بس كريم دايما كان عنده صديق اسمه بكرة، كل ما يفكر يبدأ مشروع يقول مش جاهز، أبدأ بكرة. كل ما يمسك الكتاب يقول دماغي مش رايقة دلوقتي. كل ما يخطط لهدف يقول مش وقته. واللي حصل؟ مرت عليه سنة وراها سنة وهو لسه في نفس النقطة، بس الفرق الوحيد إن ثقته في نفسه قلت وندمه زاد وحلمه بقى أصعب. بيقولك أسوأ شعور لما تبص على نفسك بعد سنين وتقول كان ممكن بس أنا ما حاولتش. إحنا بنتولد مش عارفين إحنا نقدر نعمل إيه، بس الفرق الحقيقي مش بين الموهوب وغير الموهوب، الفرق بين اللي بيبدأ واللي بيأجل، بين اللي بيقول النهاردة واللي بيقول بكرة. عايز حكمة تفضل دايما في ودنك؟ اللي بيأجل النهاردة بيصحى يندم بكرة، والتأجيل عادة والإنجاز قرار. صدقني المود مش هيجيلك، والمثالية مش هتوصلك، والظروف مش هتتظبط لوحدها. انت اللي لازم تتحرك وسط الزحمة، انت اللي لازم تخلق وقت من وسط الفوضى، انت اللي لازم تبدأ حتى لو خايف، حتى لو مش جاهز، حتى لو مش حاسس بالحماس. كل يوم بتقول لسه بدري بتخسر فرصة، وكل لحظة بتقول مش دلوقتي في حد غيرك بيتقدم وانت واقف مكانك. عارف لما تكون في سباق وسايب الكل يجري قبلك؟ مين قال انك لازم تستنى الإشارة؟ اجري، ابدأ، خد خطوة حتى لو صغيرة، لأن أصعب خطوة دايما هي الأولى. والنجاح مش بيجي في لحظة، النجاح بيجي من تراكم خطوات، بيجي لما تقول كفاية كذب، كفاية تسويف، كفاية وهم. الوقت مش هيستناك، والحياة مش هترجع، والفرص مش هتخبط على بابك كل يوم. النهاردة هو أنسب وقت، مش بكرة، مش بعدين، دلوقتي. اللحظة دي اللي بتسمع فيها الكلام ده هي نقطة التحول.